أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نارت كاسة. نارت كاسة السلسلة حاليا تأتي بمشاركة ودعم من مبادرة أسرة الجمعية الخيرية الشركسية، وهي مجموعة من أعضاء الهيئة العامة اللي عم بيحاولوا يعملوا حوارات وبيحاولوا ينظموا جلسات عصف ذهني في محاولة دعم مسيرة الجمعية الخيرية الشركسية. بيسعدنا في هذا اللقاء اللي من خلاله عم نلتقي مع أصحاب خبرة وأصحاب اطلاع في مجال الجمعية الخيرية الشركسية من أصحاب التجارب والإدارات السابقة. في حلقة اليوم بنستضيف المهندس كمال جلوب. باشمهندس كمال، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا باشمهندس كمال. كيف يا سيدي؟ اهلا وسهلا فيك. بحكي اهلا فيك، تسلم، الله يخليك. دكتور باسل، السلام عليكم. مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم. طبعا الباشمهندس موجود حاليا باسطنبول، واحنا استغلينا فتره وجوده باسطنبول لانه عم بيحضر كمان المؤتمر الشركسي الدولي الثالث اللي انعقد خلال الفتره الماضيه من 24 الى 27/6/2022. بدنا واليوم كان حفل الختام. احنا بدنا نستغل الفرصه كمان مشان نتعرف على المؤتمر وعلى اعمال هذا المؤتمر. باشمهندس، حضرتك حضرت المؤتمر، فكيف كانت وقائع المؤتمر؟ كيف مر المؤتمر بشكل عام؟ وشو أهداف المؤتمر؟ نعم، السلام عليكم. أولا الأخوة والأخوات المشاهدين لقناة نارت العزيزة على قلوبنا، وهذه الرسالة من طرفي اليوم من مدينة اسطنبول، حيث حضرنا خلال الأيام الثلاثة الماضية، اليوم رابع يوم، المؤتمر الشركسي الثالث. مؤتمر الشركسي الثالث هو عبارة عن سلسلة من المؤتمرات بلشت في مدينة نورنبرغ الألمانية قبل 3 سنوات، وانعمل المؤتمر مرة في اسطنبول ومرة في نورنبرغ زي ما حكيت، والآن كان اليوم انتهى المؤتمر بحلقته الثالثة. طبعا هاي السلسلة من المؤتمرات تنظمها جمعية العودة الشركسية، يعني هي جمعية مقرها الرئيسي في كندا، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العودة للشراكسة الراغبين في العودة إلى الوطن الأم الشركسي في القفقاز. وقامت هذه المؤسسة منذ إنشائها بمساعدة العديد من العائلات التي قررت الهجرة إلى الوطن الأم أو العودة إلى الوطن الأم من خلال تسهيل أعمالها وتسهيل الإجراءات الخاصة في الإقامة وأيضا محاولة إيجاد دخل لهذه الأسر من خلال مساعدتهم في إقامة مشاريع صغيرة. معظم المستفيدين من هذه المساعدات، خلينا نقول، كانت من الأسر الإخوان اللي عايشين في سوريا بسبب الأحداث اللي حصلت في سوريا، وكون معظم العائدين في خلال تلك الفترة هم من الأخوات السوريين. طبعا الهدف من هذا المؤتمر هو مناقشة عدد من القضايا التي تهم الشركس أينما كانوا، ومن خلال سلسلة من المواضيع التي تطرق إليها المؤتمر أو بحثها المؤتمر من خلال عدد من
الباحثين حوالي 40 ورقة عمل قدمت، وهذه الأوراق كل مجموعة منها تطرقت إلى جانب من الحياة التي تهم الشركس، بدءا بتعريف من هو الشركسي وما هي اهتماماته، وما هي خلينا نقول الخصائص التي يتمتع بها هذا الشعب وشعوره بالانتماء إلى هذه القومية، وكيف يمثل ذلك من خلال إجراءات حياته. هذا المؤتمر في اليوم الأول منه كان يمكن بعطيكم فكرة، أنا وديت مجموعة من الفيديوهات الواقع صورتها من خلال أيام المؤتمر، يمكن أنه أيضا أخ باسل تكونوا جهزتوها للمشاركة في هذه الحلقة إذا في مجال. رسمها مجموعة من الفنانين الشركس. تفضل باسل. يعني احنا شفنا انه اصل المؤتمر يعني عدد من الجمعيات، ما عرفنا مين هم الجمعيات. يعني احنا مثلا الجمعيه الشركسيه في الاردن ما كانت ممثله، شفنا بعض الاشخاص من الاردن ممثلين، مع انه يعني المؤتمر هو مؤتمر شركسي دولي. نعم. وين هذا يعني في ثغره معينه ولا يعني لا كيف يفسر هذا الموضوع؟ لا، هو ما كانت الدعوة يعني موسعة وعامة إلى كل المؤسسات الشركسية للمشاركة. تم دعوة عدد من الأشخاص المختصين في قضايا معينة تهم القومية الشركسية وموضوع العودة بالذات والصعوبات التي يواجهها العائدون. وطبعا كان في هناك مجموعة من المناضلين، خلينا نسميهم الشراكسة من الوطن الأم، أيضا كانوا مشاركين، زي الأخ فاليرا اللي هو رئيس جمعية الحقوق في نالتشيك، أو حقوق الإنسان، يعني متابع لقضايا حقوق الإنسان، حتجوكو فاليرا. وأيضا يمكن سمعتوا مؤخرا بالأخ اللي هو كوتشاسوكوا مارتن، اللي كان تعرض إلى مضايقات من الأمنية، خلينا نقول، بسبب مواقفه من الموضوع الشركسي بشكل أو بآخر. فكان في عدد يعني تمثيل لكافة الاتجاهات التي خلينا نقول المعاصرة، أو التي لها اهتمامات معينة في هذا الوقت بالذات، من خلال أعمالها، من خلال الحياة اللي عاشتها أو التحديات اللي عاشوا فيها. طبعا المؤتمر كان منظم من قبل جمعية العودة الشركسية، اللي زي ما قلنا مقرها في كندا، وكان في مشاركين من عدد من الجمعيات، زي جمعية نورنبرغ الشركسية مثلا في ألمانيا، وكان أيضا من تركيا عدد من المشاركين اللي بيمثلوا جمعيات شركسية لها مواقف معينة، خلينا نقول يعني تنتقد الموقف الحكومة الروسية من قضية الشركس، قضية تعليم اللغة، وقضية
جوازات السفر التي تعطى للعائدين والعوائق التي وضعتها الحكومة الروسية مؤخرا أمام عودة العائدين من خلال تشديد الإجراءات وعدم السماح بأعداد كبيرة للعودة إلى الوطن الأم. في جمعية النساء الخيرية، جمعية النساء الخيرية اللي كانت هي عبارة عن إعادة إحياء للجمعية الشركسية النسوية التي أقيمت في اسطنبول في سنة 1911، والتي عملت أول مدرسة شركسية خارج قفقاسيا. فهذه الجمعية أيضا كانت مشارك رئيسي في أعمال المؤتمر ومن رعاة المؤتمر بشكل وبآخر. بلدية أسكودار وهي إحدى بلديات اسطنبول الكبرى قدمت تسهيلات للمؤتمر من خلال قاعات التدريس وبعض الوجبات، قاعات المحاضرات. يعني القاعة الرئيسية كانت مستعملة بشكل رئيسي، والصالونات اللي ملحقة فيها. وأيضا تم استضافة المشاركين في رحلة بحرية مسائية وعشاء على إحدى السفن التي تتبع لبلدية اسطنبول الكبرى، لبلدية يعني البلدية المستضيفة الرئيسية اللي هي بلدية شو اسمه اوكي اسكودار، البلدية اسكودار. يعني باش مهندس هلا يعني احنا بدنا نطلع على موضوع انه احنا عم نسعى لتضامن المجتمع الشركسي، بس يبدو انه احنا عم نوصل لمراحل انه في مجموعات عم بيجتمعوا مع بعض ومجموعات عم بيجتمعوا مع بعض. قد يكون المجتمع الشركسي في الأردن شوية مغيب عن الصورة اللي عم بتصير. احنا بنحب انه يكون في تضامن، كافة أفراد المجتمع الشركسي يشاركوا مع بعض. نحاول إذا في ثغرات معينة، القضايا اللي بتفيد الشركس خليهم ليش ما يكونوا قاعدين عم بيقعدوا مع بعض وبيجتمعوا مع بعض. فاحنا بنحكي على مؤسسات لم يشاركوا، وهم يعني دائما موجودين بالمؤتمرات، موجودين بالساحات الاجتماعات العالمية. في تضارب بالافكار، هل هذا التضارب بالافكار عم بيخلي مجموعات شركسية كل طرف يجتمع لحاله؟ لا، هو مش تضارب بالافكار بشكل عام، هو تضارب بالاختصاصات خلينا نقول. لانه مثلا الجمعية الشركسية الام في الاردن هي جمعية من أعمالها الرئيسية يعني اللي هي مساعدة الفقراء والاهتمام بقضايا تهم المجتمع الشركسي في البعد المحلي، بالإضافة طبعا لتدريس الطلبة في جامعات الوطن الأم. وبعض القضايا هم يعني المبادرين فيها تهدف إلى الحفاظ على اللغة والحفاظ على الأهلية الشركسية في حضور المؤتمرات الدولية باشمهندس مش من اختصاص الجمعية كمان؟ حضور المؤتمرات الدولية؟ ما بعرف كيف ما يعني الجمعية لم تكن ممثلة. كانوا من الأردن الأخ إسحاق مولا والأخ محمد شعيب حمزوق وأنا كنا مشاركين. يعني من طبعا أنا بالنيابة عن نفسي، مش أنا كنت كشخص يعني مشارك، مش مندوب عن أحد. وأيضا الأخ إسحاق والأخ محمد ما قالوا إنه إحنا قاعدين نمثل جهة معينة في مشاركتنا. الجمعية العالمية للعودة، الجمعية الشركسية العالمية للعودة، هي جمعية هدفها الرئيسي هو مساعدة العائدين وتسهيل قضايا العودة. والجمعيات اللي تساعدوا معهم في تركيا هي الجمعيات التي مثلا وإحدى الجمعيات كانت اللي هي اتحاد الجمعيات الشركسية في تركيا.
طبعا احنا بنقول اتحاد الجمعيات الشركسية في تركيا، في اتحاد الجمعيات القفقاسية في تركيا، واللي أيضا معظم العاملين فيه هم من الشركس يعني الأدقة، وفي تمثيل محدود للقفقاسيين الآخرين. هذه الجمعيات لم تبدي اهتمام حسب رأي المنظمين يمكن بقضية تسهيل العودة، فكان الهدف من هذا المؤتمر هو بحث يعني القضايا التي تهم العائدين بالدرجة الأولى والعودة إلى القفقاس بجوانبها الإنسانية والتوعوية يعني اللي تتعلق بالوضع القانوني للعائدين في القفقاس وما إلى ذلك. فكان التمثيل برأيي مركز على هذول الناس والعاملين في هاي الاتجاهات، لكن كان في تمثيل يعني كان في حوالي 40 أو 45 منظمة أو جهة شركسية مشاركة، ولكنها يعني ما كانت من الجهات التي احنا نعتقد انها المركز الرئيسي او الجمعية الرئيسية اللي موجودة في البلد الفلاني زي جمعية الشركسية في الأردن. لا، كان التمثيل مركز أكثر على الناس المهتمين بقضايا المؤتمر. يعني بصراحة يعني احنا بنحكي عن يمكن الجمعية الشركسية بسوريا كما كانت ممثلة، في جمعيات في القفقاس ما كانت ممثلة. هلا يعني مشان ما نحط اللوم على طرف ويعني يطلع الطرف الثاني وكأنه يعني ما عليه لوم، لكن احنا كمجتمع شركسي بيهمنا انه يكون في تضامن. يعني ما دام جمعية العودة قادرة على تنظيم حدث كبير وواسع وصار لهم 3 سنين عم بيعملوا هذا الموضوع، يعني عندهم قدرات وعندهم الهمه وعندهم يعني مجال انهم يشتغلوا في عمل مؤتمرات وتنظيم مؤتمرات. كان بدنا انه الاطراف الاخرى ان كان تمت دعوتهم وما حضروا، او ان كان لم تتم دعوتهم وتحضر، يعني بغض النظر وين صار في الخلل، لابد من انه نرجع ونقول احنا بدنا نشجع على تضامن المجتمع الشركسي اكثر من تشجيعنا على انه يصير في كل مجموعه بتجتمع لحال وبتحط عنوان الشركس، المؤتمر الشركسي. المؤتمر الشركسي يعني من حق الكل انه يشارك فيه كمجتمع شركسي، او الممثلين، المؤسسات اللي بتمثل المجتمعات. واذا كانت هاي المؤسسات هي اللي عم بتعارض موضوع الاجتماع، فمعناته الخلل موجود في الطرف اللي عم بيمتنع من انه يحط ايده بايد جهه قادره على انها تعمل مؤتمرات دوليه. باشمهندس مشان ما ندخل كثير في هذا الموضوع، يعني احنا خلينا يعني نطلع على شو التوصيات او شو خلاصه هذا المؤتمر، وشو اهم النقاط اللي بتفيد المجتمع الشركسي اللي طلعت من ال4 ايام من الاحاديث. شو اهم النقاط البارزه والتوصيات؟ تفضل. شوف الأوراق العمل التي قدمت، يعني بقدر أحكي عناوين معينة للأوراق. كانت تتعلق بالهوية الشركسية بالدرجة الأولى، وضعهم الديموغرافي في العالم، وضع الأمة الشركسية ديموغرافيا في العالم، المشاكل التي يعاني منها الأفراد أو التجمعات الشركسية في جهودها لحماية هويتها الخاصة، المشاكل التي يعاني منها الشركس في الوطن الأم بخصوص مثلا تدريس اللغة، وبخصوص المكتسبات السياسية التي يسعوا إليها. يعني كلها كانت هاي عم بحكي عن جلسات الجلسة الثانية في المؤتمر. يعني
اللي هي لما بلشنا كانت الجلسة الأولى عموميات، يعني فيما يتعلق بالقضية بشكل عام، ومقدمات ترحيبية من المنظمين للمؤتمر. الجلسة الثالثة اللي صارت يوم الاثنين 24، يوم 24 مش الاثنين، يوم 24 اللي هو كان يوم السبت أعتقد. هلا كان في هناك بعض الأوراق تتعلق في قضايا تقنية معينة. مثلا ما هو دور المؤسسات الشركسية في العمل الشركسي في الوطن الأم وفي المهجر؟ ما هي النجاحات التي قامت بها هذه الجمعيات؟ ما هي المؤسسات التي تمثل الشركس في تركيا مثلا؟ كان المتحدث في هذه الورقة هو الدكتور أميت دينشر اللي هو رئيس منظمة كافيد اللي هي اتحاد الجمعيات القفقاسية. من ألمانيا فيضي محمود، دكتور كمان دكتور رئيس جمعية نورنبرغ اللي استضافت المؤتمر بنسخته الأولى قبل 3 أعوام. ما هي الأدوار التي تقوم فيها والأعمال التي تقوم فيها الاتحاد العالمي للشراكسة؟ وما هي الأدوار التي يقوم فيها الجمعية الجمعية الشركسية للعودة؟ يعني كلها كانت عبارة عن أوراق عمل متخصصة. صحيح أنه إحنا يعني كمشاهدين أو مشاركين استمتعنا في كثير من التفاصيل التي طرحت أمامنا، واللي كانت اللي بتعطي إضاءات يعني حول قضايا معينة بتهمنا أو تساؤلات في أذهاننا حول عدد من القضايا. فكان المؤتمر من هذه الناحية ناجح في عرض هذه التفاصيل من خلال ناس مختصين ومتابعين ومسؤولين عن قضايا معينة في بتهم الأمة الشركسية خلينا نقول. هلا شو اللي توصلنا له؟ الواقع ما كان في اليوم جلسة عمل لوضع التوصيات، وهاي أنا شخصيا ما حضرتها لأنه أنا ما كنت من مقدمي الأوراق، حضروها مقدمي الأوراق، ولحد الآن لسه ما اطلعت على نتائج هذه الجلسة، وبنشاركها إن شاء الله عندما نحصل عليها مع مشاهدينا الكرام. بشكل عام يعني تفضل. يعني احنا راح نكون ممتنين اذا زودنا بالتوصيات اللي نعرضها كمان على مشاهدينا في حال الحصول عليها. يعني خلينا هلا نطلع لمرحله اخرى اللي هي موضوع الجمعيه الشركسيه في الاردن، وحضرتك احد الخبراء في هذا الموضوع. بدنا ندخلك في جو الجمعيه الشركسيه اللي في الاردن، بس مشان نطلعك هيك للجو شوي شوي. خلينا في موضوع تمثيل الجمعيه الخيريه الشركسيه في الخارج. يعني احنا بنعرف انه الجمعيه الشركسيه هي اللي تمثل الشركس في المؤتمرات اللي عم بتصير، ولكن وجهه النظر اللي عم تنطرح في المرحله الحاليه انه معظم هاي الاجتماعات اللي راحوا عليها ادارات مختلفه
كان يعني كان الناس او الهيئه العامه ما يعرفوا شو اللي عم بيصير. يعني عدد قليل اللي كان يعرف، ويمكن ما يكون في يعني اي سبب بيدعي الهيئه الاداريه بنظرها انها تطلع الهيئه العامه شو صار بهذا المؤتمر، شو حكوا، بايش ناقشوا، مع انه قد يكون قرارات نعم. مصيريه عم تنحكى. فما رايك؟ ما هو الشركسيه صحيح. وما هو؟ تفضل. هلا عدم تمثيل الجمعية الشركسية في الأردن بالذات، وفي أيضا دول أخرى، وفي جمعيات في تركيا أيضا لم تدعى بشكل مباشر. دعي أفراد منها في الهيئات، خلينا نحكي يعني المشاركين بشكل عام، لأنها جمعيتين اللتين يدعوان أو تدعوان إلى قضية تسهيل قضية العودة، هي باشمهندس، الجمعية احنا طلعنا من التي هذا المنظمة. الموضوع. أوكي احنا أوكي، طلعنا بس من هذا الموضوع. ما هو اه. يعني الجمعيات الأخرى سواء كونها يعني لا تهتم بقضية العودة بشكل رئيسي، يمكن ما أبدت اهتمام بالمشاركة. نعم. لا لا، انا بحكي يعني باشمهندس، كان سؤالي له علاقه في بس أنا الجمعيه طبعا ما الشركسيه. بقدر، عفوا، أنا ما بقدر أحكي باسم الجمعية الشركسية في الأردن، ما بعرفش مفهوم. لأنه شو اللي لا تم في هذا الموضوع. لا، انا طلعت عن هذا الموضوع باشمهندس. انا عم بحكي تفضل. عن الجمعيه الشركسيه المركز في الاردن، نعم. ودورها في تمثيل المجتمع الشركسي في الاردن في الاجتماعات اللي صارت اول، يعني اللي كانت عم تحصل في الادارات السابقه، راحوا على القفقاز او راحوا على اي محل ثاني. اللي عم بحكي عن دور الجمعيه الشركسيه بمعزل عن هذا المؤتمر. الجمعيه آه. الشركسيه في الاردن كانت يعني بيطلعوا بيحضروا مؤتمرات وبيرجعوا الادارات والهيئه العامه مغيبه عن شو عم بيصير في هاي الاجتماعات. هل هذه نعم. اليه صحيحه، ولا يفترض انه يكون في تنسيق، لانه قرارات مصيريه عم تتخذ من قبل الناس اللي بيروحوا. الناس اللي بيروحوا كل اداره في لها توجه مختلف. فوين هي الاستراتيجيه تبعت المجتمع الشركسي الاردني؟ يعني شو عم توصل رسائل في هذه الاجتماعات؟ تفضل. أوكي. هو سؤالك يعني جزء منه بيتعلق في الحالة التي تعيشها الجمعية الشركسية العالمية اللي مقرها في مدينة نالشيك. ومعظم الأشخاص المشاركين اللي أنا سمعت لي آرائهم في هذه الجلسات كانوا منتقدين لمواقف الجمعية الشركسية العالمية، كونها يعني تسير في ركب السياسات الروسية بشكل رئيسي، و يعني ما كانوا ينتظروا منها يمكن أنها تشارك بشكل أو بآخر. هاي أهم جمعية عالمية للشركس حاليا موجودة، اللي هي الجمعية الشركسية العالمية، التي يعني طرحت فكرتها أنها تؤسس في أوروبا، ولكن فيما بعد اتخذ القرار، وأنا كنت من الناس اللي شاركوا في اتخاذ هذا القرار، أنه تكون مقرها في نالشيك. فوجودها في نالشيك خلاها تتحول من جمعية تمثل شراكسة العالم إلى جمعية تمثل مواقف الدولة أو النظام في روسيا فيما يتعلق بمواضيع الشركس. هلا جمعيتنا الشركسية في الأردن هي عضوة بالجمعية الشركسية العالمية اللي مقرة في نالشيك، وليست عضوة بشكل رئيسي في الجمعيات فيها مثل هاي الجمعية، زي جمعية العودة مثلا، في اللي هي المنظم الرئيسي لهذا المؤتمر بالذات. يعني في زي ما تفضلت أنت، في اختلاف وجهات نظر معينة في قضايا رئيسية بتهم الأمة الشركسية بشكل أو بآخر، ويمكن معظم الناس اللي شاركوا كانوا يعني من خلينا نقول المنتقدين لمواقف الحكومة الروسية في
تعاملها مع الشركس، سواء بتدريس اللغة، سواء بإعطاء تسهيلات للعودة والحصول على الجنسية، ويعني تسهيلات أخرى تتعلق بالحياة وبالدراسة وما إلى ذلك. ف يعني في هناك اختلافات، خلينا نقول تقنية، ولكن كل الجمعيات تشتغل تحت هدف واحد، وهو تحسين وضع الأمة الشركسية، سواء في مواضيع هامة زي موضوع العودة. معظم الناس اللي كانوا حاضرين يعني بيشوفوا إنه بدون العودة الأمة الشركسية ما لها مستقبل كبير يعني في وضعها الحالي. ولكن العودة هاي يجب أن تكون طوعية، ويجب أن تكون يعني الحكومة الروسية لا تعترض عليها أو تسهلها بشكل أو بآخر. يعني المواقف من بعض هاي القضايا يمكن بتحكمها الظروف المحلية، يعني يمكن خلت بعض الناس يشوفوا إنه هاي الجمعية الشركسية للعودة هي جمعية مناوئة لروسيا بالدرجة الأولى، وقد يحكم عليها بأنها يعني لا تمثل التوجهات الشركسية اللي موجودة على مستوى العالم. يعني لا شك انه في ثغرات وفي قضايا اصحاب القرارات او المؤسسات اصحاب القرارات في المرحله الحاليه، ان كان الطرف هذا او الطرف هذا، في قرارات عم ياخذوها بناء على المعطيات اللي موجوده حواليهم. ولكن احنا كمتابعين للموضوع عم بنشوف انه في خلل. الخلل بانه اصحاب القرار في المرحله الحاليه في المؤسسات الشركسيه ما عم يقدروا ياخذوا قرار اللي يساهم في انه يعني يضلوا محافظين على تضامن المجتمع الشركسي. وهذا ما راح يجي الا اذا حكوا مع بعض. يعني اذا ما حكوا مع بعض، واذا ضل كل طرف بيعمل اللي بده اياه وهو يعني في غياب عن الاطراف الثانيه، اكيد هذا الحكي ما راح يوصلنا لنتيجه. آن الاوان بوجود وسائل التواصل الاجتماعي انه نتحاور، نحكي مع بعض، نفتح الملفات، نطلع عليها، نشوف شو وجهات النظر اللي يختلفوا فيها عن بعض. لما جمعية من الجمعيات المنظمة لهذا المؤتمر اللي هي الاتحاد الجمعيات الشركسية تحت اسم الشركسية وليس القفقاسية في تركيا، بتقول إنه إحنا أخرجنا 4 طائرات يعني شركس العائدين إلى الوطن على 4 طائرات من لبنان إلى الوطن الأم. يعني هم بيعتبروا أنهم عملوا إنجاز معين في قضية تهم الأمة الشركسية وتساهم في بقاء هذه العائلات التي خضعت لعملية خلينا نقول فقدت منازلها في الحرب السورية اللي صارت مؤخرا. ف يعني هم بيقولوا انه احنا يعني على الاقل عملنا شيء. العائدين لما يقول لك احنا ساعدنا 50 عائله، جمعيه الشركسيه العالميه للهجره، جمعيه اللي موجوده مقرها في كندا، بتقول احنا ساهمنا في انه نثبت اقدام 50 عائله في الوطن الام من خلال عمل مشاريع صغيره، بتمويل مشاريع صغيره اللي يعتاشوا منها هذول الناس. فبقول لك هذا حكي يعني احنا بنعتبره انجاز. الاخرين بيقولوا يعني مش هذاك الانجاز يعني وشيء، وهم مهتمين اكثر في قضايا اللي بتهم المواطن في حيثما وجد، يعني حيث المحل اللي موجود فيه، سواء في الاردن او في سوريا او في تركيا او في أوروبا الغربية مثلا. لا شك علينا أن لا نقلل من شأن أي إنجاز بينعمل لمصلحة المجتمع، لمصلحة الأمة الشركسية. وطبعا يعني كان دائما في مؤسسات بتطلع من رحم المؤسسة الكبرى، وهذه المؤسسات كمان لها دور. يعني احنا بنعرف يعني الأردن انبثقت عدة مؤسسات زي النادي الأهلي، نادي الجيل، الأكاديمية، أصدقاء القفقاس،
وهذول كلياتهم يعني يعني عملوا انجازات معينه لصالح المجتمع الشركسي. فيعني الاقلال من شان المؤسسات الشركسيه الاضافيه، خلينا نحكي، يجب ان لا يتم التقليل من شانه. شئنا ام ابينا في انجازات معينه عم بتصير من قبل هدول الاطراف، ولكن آن الاوان انه يكون في نوع من التفهم من الاطراف كلياتها، الطرف الرئيسي والاطراف الفرعيه او الاطراف الجديده اللي عم تنزل بالمشهد الاجتماعي او السياسي او الثقافي. لابد من تضامن مجتمعنا الشركسي. تضامن مجتمعنا الشركسي يتطلب انه خليني بس الاطراف تفهم لبعض. تفضل. اوكي، خليني بس احط الشاحن على هذا قبل ما ينقطع. آه يعني أعطيك مثال. مثلا هذه السيدة التي كانت تؤدي رقصة القافة مع أحد الشباب، هي رئيسة الجمعية النسائية الشركسية في تركيا، اللي هي إعادة إحياء لجمعية النساء الشركسيات التي أنشأت أول مدرسة في منطقة بشكتاش في إسطنبول في عام 1911. وكانت هاي المدرسة الأولى في تركيا التي تدرس الصبايا والشباب الصغار معا في مدرسة واحدة. يعني في المدارس الأخرى كانت الشباب لحال والبنات لحال. طبعا هاي المدرسة أغلقت عام 1923 بعد تحول تركيا من الحكم العثماني إلى الحكم الجمهوري، وظل الشركس في تركيا لحتى سنة 60 يمكن ما في عندهم أي جمعية ترعى شؤونهم. وظلت يعني بقاء العائلة أو بقاء الاهتمام بالقومية الشركسية وبالدعم يعني سياسات الأفراد في الحفاظ على اللغة كانت متروكة للعائلات في داخل الأسرة، ولم يكن هناك مؤسسات موجودة في هذا. الجمعية الشركسية في عمان مثلا أنشئت سنة 32، وهي من أقدم الجمعيات خارج الوطن الأم. استفادوا من محبة معينة كانت يعني الأسرة الحاكمة في الأردن تشعر بها تجاه الشراكسة بالذات، وتسهيلات قدمت لها إياهم لغايات. لكن أيضا هاي الجمعية كانت جمعية للتعاون في المجالات الحياتية لمساعدة الناس الأقل حظا، لذلك سميت الجمعية الخيرية الشركسية، ولم تسمى جمعية العودة أو جمعية الحفاظ على اللغة يعني هاي الشعارات القومية اللي بلشنا نسمعها في منتصف الخمسينات في الوطن العربي. فكل جمعية لما تؤسس لغايات معينة تخضع لها لشروط الحياة اللي بيعيشوها الناس في فترة معينة. تمام. يعني في اضافات جديده، في حتى اضافات. جمعية العودة كانت الثورة السورية موجودة، أو الأحوال الأمنية في سوريا كانت مضطربة، فكان في عدد كبير من الأسر الشركسية
تبحث عن ملاجئ خارج هذا. طلعت فكرة أنه تسهل لهؤلاء موضوع العودة والاستقرار في القفقاز، باعتباره أنه هم أيضا يعني طالعين أصلا من الوطن الثاني اللي هم كانوا عايشين فيه، لاضطرارهم للهجرة منه إلى أصقاع الأرض بسبب تردي الأوضاع الأمنية والحياتية. باشمهندس، يعني لا شك بأنه كل مؤسسة جديدة ويعني بيشتغل فيها مجموعة من اللي عندهم النوايا الإيجابية والحسنة تجاه المؤسسات الشركسية، أعمالهم تقدر، لا شك بهذا الموضوع. بس إحنا بدنا ناخذ بعين الاعتبار جانب إنه المجتمع تبعنا بحب إنه يشوف المؤسسات متضامنة. لا شك بأنه دائما في ثغرة ما بين القديم والجديد. لابد من انه احنا اعلاميا نضلنا ننوه على انه لابد من انه افراد المجتمع ومؤسسات المجتمع كلها تتضامن مع بعض وتتطلع على تنسيق الجهود بيناتها. طبعا مجموعه جمعيه العوده انا شخصيا بشكرهم على الجهد اللي عملوه، ويعني بنتمنى انه كمان يكون في المراحل القادمه، في المؤتمرات القادمه، يصير في اهتمام اكثر على مشاركه اكبر عدد ممكن من المؤسسات. وبنتمنى طبعا في المقابل من باقي المؤسسات انهم يتقبلوا دعوه جمعيه العوده بالترحاب ويشوفوا وين المجالات اللي ممكن يتعاونوا فيها. انبثاق مؤسسات جديده دائما امر وارد عند كل الامم بما فيها المجتمع الشرقي. ان شاء الله باشمهندس، يعني احنا التقرير او التوصيات اذا بتبعت لنا اياها راح نكون ممتنين وبنشوفها. نرجع نبعثها. يعني أنا عملت لقاءات أيضا مع مجموعة من الناس اللي شفتهم من النخب الشركسية، خلينا أقول، اللي بيهتموا بالقضايا تتعلق بالأمة الشركسية، وعملت معهم لقاءات. بدي أبعث لكم إياها. يعني في بعض الصعوبات الفنية اللي واجهتني لإرسال هاي التقارير في الوقت المناسب. بدي أضطر إني أصغر الأحجام الفايلات وأرد أبعثها، وإن شاء الله إنه بس على وي ترانسفير تقدر تبعث لنا. وي ترانسفير برنامج اسمه وي ترانسفير تقدر تبعث عليه. بنحكي بالتفاصيل بيناتنا، وأنا إن شاء الله ببعث لكم هاي الأشياء يعني قريبا، بالإضافة يعني حلقة عن التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر. ويعني ما يسعني إلا أني أشكر كل صاحب جهد على جهده. يعني أنا ما شفت إشي انحكى غلط في هذا المؤتمر، أو أنه قابل للنقد أو هذا. كلها كانت قضايا يعني بتهمني وبتهمك وبتهم أي إنسان شركسي موجود في العالم. ويمكن هاي خلت المؤتمر شوي بيحكي في العموميات، ما بيحكي في قضايا محددة يعني تتطلب وضع مواقف معينة يعني قد ترضى عنها بعض الجهات أو بعض الحكومات، لكونها قضايا يعني قد تكون سياسية على المستويات يعني احنا برضه بقناه نارت بنعتبرك باشمهندس احد مؤسسي قناه نارت واحد المعنيين بسياسات تلفزيون نارت، وتمثل قناه نارت اينما ذهبت. يعني انت احد الاشخاص اللي بنعتبرك جزء من سياسات قناه نارت الشركسيه. ولكن احنا كجهه اعلاميه لابد من ان ننقل وجهه نظر الناس اللي موجودين بمختلف وجهات نظرهم، وخاصه اللي في عندهم اسئله وطروحات معينه ننقلها للناس المعنيين ونحاول نلاقي اجابات عليها، بحيث انه مجتمعنا الشركسي يحصل على المعلومه. هذا هدفنا، مجتمعنا يحصل على المعلومه بغض النظر ايدنا او ما ايدنا وجهات النظر اللي احنا عم نطرحها.
بنطرح وجهة يعني نظر. لو سمحت لي دكتور باسل، يعني آخر كلمة ممكن أحكيها، أنه هذا المؤتمر لم يتخذ موقفا ناقدا أو عدائيا لأي مؤسسة شركسية أو جهة أو أفراد شراكسة موجودين في أي مكان في هذا العالم. بالعكس، كانت القضايا التي طرحت جميعها يعني قضايا يرحب بها، يعني وكل الشركس في العالم ينظرون إليها أنه فعلا هي قضايا تهمهم وتهم حياتهم. ويعني في شكليات معينة في هذه المؤتمرات مرات ما بتقدر أنت توسع النقاش بدرجة كبيرة. يعني كان هلا عندنا 50 شو اسمه ورقة عمل. قديش بدنا نحكي في مؤتمر مثلا موسع أكثر من هيك؟ يعني كان هذا جهد كبير جدا على المنظمين ومسؤولية كبرى على المنظمين كانت. يعني كل التحية والتقدير لهم. سلامنا الحار للجميع. لا شك بأنه كافة الناس اللي نظموا لهذا الموضوع على الصعيد الشخصي كلهم أشخاص مهتمين جدا في القضايا الشركسية، مهتمين جدا وعندهم الانتماء والإخلاص. لا شك أنه الجهد اللي عملوه كبير جدا. كل التحية والتقدير لهم. وإن شاء الله المرة القادمة لما نسمع التوصيات من حضرتك نحكي في الجانب الإيجابي اللي نتج عن هذا المؤتمر، ونكون خلال هاي الحلقة وصلنا لبعض المشاهدين عن التساؤلات اللي ممكن أنهم يطرحوها. باش مهندس، بدناش نتعبك أكثر من هيك. أنت صار لك 4 أيام عم تحضر هذا المؤتمر وتعبناك معنا الليلة، فكل الشكر والتقدير لوجودك معنا، مع تحياتنا لكافة الإخوان اللي قاموا بالجهد خلال الفترة الماضية. شكرا باش مهندس. شكرا لك وشكرا لقناة نارت، وأنا في الخدمة على طول. يعني ما سواء للقناة أو لأي شركسي يطلب مني المساعدة في أي قضية تخصه فردا أو تخص مجموعة، أنا بعتبر أنه هذه قضيتي التي عشت لأجلها. شكرا جزيلا. ما بتقصر. شكرا باش مهندس، واحنا ما بنستغني عنك بقناة نارت. أعزائنا المشاهدين، شكرا جزيلا لمتابعتكم لهذه الحلقة. إلى أن نلقاكم في المرات المقبلة وفي الحلقات القادمة. لكم مني أجمل تحية. السلام عليكم. السلام.